مشاهدينا الكرام، اهلا بكم وحلقه جديده من برنامجنا الصحافه اليوم، والذي نستعرض فيه بالقراءه والتحليل لاهم ما نشر من منشطات وعناوين في الصحف والمجلات المصريه الصادره اليوم. واليوم نتناول بالقراءه والتحليل لاهم ما نشر في العدد الجديد الصادر لجريده الاهالي بصحبه الاستاذ سامي فهمي نائب رئيس تحرير الجريده. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. اهلا بك. نبدأ الجولة. أكيد أن البرلمان مسيطر على كل الصحف المصرية، خاصة أن احنا بنتطلع لبدء الدورة البرلمانية في يوم الأحد القادم يوم 10 يناير كما حددها رئيس الجمهورية. من الصفحة الخامسة لجريدة الأهالي: وعن مجلس النواب الجديد نطالع أحزاب التحالف الشعبي والديمقراطي الاجتماعي يدعمان تحالف العدالة الاجتماعية بالبرلمان. اتفضل يا فندم. الحقيقه بس احب قبل ما نخش في موضوع البرلمان والقادم ان شاء الله بوجه تهنئه للشعب المصري بمناسبه بدايه العام الجديد. كل سنه وحضرتك طيب. كل سنه وحضرتك طيبه. وبعدين بس احب اشير ان الشعب المصري دايما بيحب يحتفل بكل المناسبات. يعني حتى تلاقي احتفالات هذا العام الميلادي الجديد بتعم مصر كلها. المصريين شعب طيب وبيحب الاحتفال، زي مثلا احتفال مولد النبوي، حتى المسيحيين بيحتفلوا بالمولد النبوي كمان. اكيد. كل سنه وحضراتكم طيبين. وفي تهنئه طبعا في الاهالي في الصفحه الاولى بهذا الشان. بالنسبه للبرلمان، انا بعتقد ان اهم حدث في العام الجديد هو انعقاد البرلمان، ويجب في هذا الاطار ان نشير الى ان البرلمان هو الاستحقاق الثالث لخريطه الطريق التي اعلنها الرئيس السيسي في 3 يوليو 2013. يعني حدث مهم بالفعل. يجب أن نشير أيضا إلى أن طوال 5 سنوات بعد الثورة لم يكن هناك مجلس شعب أو مجلس نواب، باستثناء الفترة القليلة في أوائل 2012 أثناء حكم الإخوان. انعقد المجلس حوالي عدة شهور وتم حله في يونيو 2012. يعني طوال هذه الفترة ما كانش فيه مجلس نواب. الحقيقة النقطة الثانية اللي أحب أشير لها أن انعقاد المجلس بيمثل حدث هام جدا، ودعينا نتجاوز عن ما أثير قبل في أثناء عملية الانتخابات من لغط حوالين سيطرة رجال الأعمال ونسبة المشاركة اللي هي كانت متوسطة أو ضعيفة، وما تردد عن وجود تدخلات من بعض الأجهزة في هندسة عملية الانتخابات والبطولات الوهمية اللي بيدعوها بعض النواب، ومسألة الفوضى اللي حصلت في الائتلافات والاحتلال. لو تجاوزنا عن كل ده، واعتقد ان احنا لازم نتجاوز عن ده دلوقتي، هنشوف المجلس الاداء الحقيقي بتاعه ايه. هل المجلس ده هيتبنى قضايا الجماهير وقضايا العداله الاجتماعيه والتنميه الاقتصاديه؟ هل المجلس ده سيواجه الفساد في اللي مصر بتعاني منه منذ فترات طويله؟ هل المجلس ده هينحاز للفقراء والمهمشين في المجتمع؟ هو ده الاختبار الحقيقي. وجهة نظر أعضاء البرلمان أن ما تتحدث عنه حضرتك من قيامهم بهذا الدور بيتطلب أن يكون هناك تكتلات وتحالفات كما نراها الآن في محاولات لأن يكون هناك تكتل حقيقي داخل البرلمان. طيب حضرتك كده بقى هنضطر اللي حضرتك ذكرتيه اللي هو مسألة التحالف بين الشعبي والديمقراطي الاجتماعي. شوفي حضرتك، انا بس يعني انا حبيت اقول بس الاجزاء دي ليه؟ لان التحالفات دي منذ انتهاء الانتخابات والحديث عنها لا يتوقف، لا ينقطع. وتحالف. وفي خبر تاني ان حزب الوفد الخبر يتراجع عن حزب الامه المصريه. حضرتك دي كلها فوضى في مساله الانتخابات وارتباك للمشهد. عشان كده انا بقول ان الميه بجد بالغطاس بقى. احنا بنشوف المجلس هينعقد ونشوف القوى الحقيقيه اللي فيه ونشوف الاداء البرلماني، وغير كده بصراحه يعني انا بتكلم. طب خليني بس قبل ما اتكلم بالتحديد علشان خبر الوفد احنا هناخده منفصل، بس حزب التحالف الشعبي والديمقراطي الاجتماعي هل هم كتله داخل البرلمان بحيث ان هم يشكلوا تحالف عداله اجتماعيه زي ما هم طالبين، ولا الوضع ازاي؟ لا، هو حضرتك هم الاعداد اللي هم ممكن ينحازوا لهذا التحالف اعداد ليست كبيره، ولكن هي العبره في النهايه بايه؟ مش بالعدد برضو يعني. أكيد. ولو تذكرنا البرلمانات اللي هي ايام اواخر حكم السادات والمعارضين الاقوياء زي ممتاز نصار وابو العز الحريري وكمال احمد، حتى كان هناك معارضه داخل. ايوه يعني حضرتك كانت اصوات قليله ولكنها كانت مؤثره وكانت مؤثره. فانا حضرتك برضه هو التحالف ده لو كان حتى اعداده قليله، ولكن قدره اعضائه على تبني مطالب الجماهير وطرح رؤيه اقتصاديه واضحه والانحياز لمطالب ثوره يناير وثوره يونيو، هو ده هيبقى العدد. فيعني ايه التكتل مش بالعدد، مش كده.
خلينا ناخد آخر أخبار حزب الوفد، لأن جريدة الأهالي في نفس الملف وفي نفس الصفحة الخامسة أيضا العنوان: الوفد يتراجع عن تأسيس الأمة المصرية ومستشار الكتلة البرلمانية، الوفد سيندمج مع الإصلاح والتنمية والمستقبل. بالظبط، اهو ده نفس حضرتك اللي احنا كنا لسه بنتكلم فيه، انه بعد ما كانوا عملوا تحالف الامه المصريه تراجعوا عنه. وانا بعتقد حضرتك انه على ما يعقد المجلس يوم 10 ممكن تحصل تغييرات تانية، والممارسه الفعليه والعمليه قد تؤدي الى نتائج احنا مش متوقعينها، نتائج اخرى. يعني حالا انعقاد جلسات البرلمان، يعني اللي هيحكم المشهد هو جلسات البرلمان وسير الاجراءات. بالظبط. عن ملابسات بقى الجلسه الاولى للبرلمان واللي هيتم عقدها باذن الله يوم الاحد القادم في الساعه 9 صباحا، جريده الاهالي بتكتب في الصفحه الخامسه تفاصيل الجلسه الاجرائيه لمجلس النواب. هو عدد الجلسه الاجرائيه هيرأس طبعا الجلسه اكبر اعضاء سنه حسب اللائحه القديمه، لائحه داخل المجلس القديمه اللي هو المستشار بهاء الدين ابو شقه سكرتير عام حزب الوفد. هيتم فيها اداء اليمين الدستوريه للاعضاء، ثم انتخاب رئيس المجلس والوكيلين. بالنسبه لانتخاب رئيس المجلس انا بس يعني مبسوط قوي انه المستشار عدلي منصور اعتذر عن التعيين، ثم عن ان هو طبعا ليه؟ عشان خاطر ما يكونش رئيس المجلس معين، ويفضل ان يكون رئيس المجلس من بين المنتخبين. ثم حضرتك ان المستشار عدلي منصور قام بدور مهم جدا في مرحله خطيره جدا في مصر، لما ساب المحكمه الدستوريه وتولى رئاسه الجمهوريه طبقا للاعلان لخريطه طريق اللي اعلنها الرئيس السيسي. قام بدور ليس متصور ان انا اجيب نفس الشخص لو اداء دور اخر، يعني شكلها مش كويس. انا بفضل كمان في انتخاب الرئيس، يعني دلوقتي بيتردد اسم احد اساتذه القانون في جامعه عين شمس لرئاسه المجلس الدكتور علي عبد العال. ده طبعا ناجح منتخب، بس منتخب بالقايمه. مش عارف يعني هل ممكن نجيب حد منتخب انتخاب خارج القايمه، لان القايمه اللي هي قايمه دعم مصر كانت نتائجها كانت محسومه. مش عايزه مجهود من العضو ان هو ينجح، فهو كان ناجح يعني اللي اتحط اسمه في القائمه ضمن النجاح. فهل المجلس بس حضرتك وسعت الدايره، يعني اسمح لي يا استاذ سامي، حضرتك وسعت الدايره. احنا كنا بنقول بلاش، او هناك راي داخل البرلمان لا ان انا ما اخدش رئيس المجلس من المعينين. ايوه، احنا وسعنا الدايره ان احنا ما ناخدش رئيس المجلس من يعني يعني من القوائم. طبعا هو بس حضرتك يبقى الهدف ايه؟ الهدف يبقى في تفاعلات، يجب ان يكف الجميع عن التدخل في تنظيم وائتلافات وكده. الكتل دي حاجه طبيعيه وشرعيه في كل برلمانات العالم، ولكن دون تدخلات فوقيه. نترك التفاعلات السياسيه هي اللي تنتج لنا، ومصر مليانه بالكفاءات، ما تقلقيش يعني. اكيد واكيد ان سواء من اختارهم الشعب او من قام بتعيينهم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، هم في النهايه بيهدفوا لمصلحه الوطن. فقد يرى المواطن البسيط ان من ياتي لرئاسه البرلمان سواء من هنا او من هنا هيعمل للصالح العام. بالظبط. ايضا في نفس السياق نطالع من الصفحه الخامسه ايضا لجريده الاهالي مبررات الدعوه لتعديل الدستور، المؤيدون منح الرئيس فرصه كامله لتحقيق البرنامج الانتخابي، والرافضون مجاملات سياسيه، والافضل الترجمه الى قوانين وتشريعات. برضو الجدل يعني بالظبط. هو الموضوع ده طرح قبل كده وبيعاد طرحه تاني، وعلى فكره مش في الاهالي بس، في بعض وسائل الاعلام الاخرى والمواقع بيعاد طرح الموضوع تاني. اعتقد ان هذا الموضوع حسم حتى بكلام الرئيس لما قال ان اعتقد الرئيس السيسي في احد اللقاءات ما قالش ان هو بيطالب بتعديل الدستور خالص. فهذا الجدل ليس في مصلحه الحياه السياسيه في مصر. المفروض ان الدستور ده لم يتم اختباره ولم يجرب ولم يتم تطبيقه. كيف ان الدستور لسه ما اتطبقش يبقى في دعاوي بتنطلق بتعديله؟ يفترض ان يكون هناك متسع من الوقت للتطبيق، ثم بعد ذلك نشوف بعد كده حسب مجريات الامور وحسب الحاجه الملحه ليه اذا كان هناك تعديل او يظل الدستور كما هو. طيب يعني حتى في هذه النقطة بالتحديد اسمح لي أستاذ سامي، لأن يعني البعض يرى زي ما احنا بنقول هل من الممكن لو عدلنا الدستور فاحنا بنمنح الرئيس عبد الفتاح السيسي فترة أخرى، يعني بيحسبوا الرافضون إن هو على سبيل يعني زي يعني التعبير اللي اتقال بالتحديد هي مجاملات سياسية.
الرأي على أرض الواقع يعني. هقول لحضرتك على حاجه، الرئيس السيسي نفسه قال ولا ساعه بعد المده الرئاسيه. طب الناس عايزه تزودها ليه بقى؟ يعني ليه المزايده؟ يعني ليه في ناس بيبقوا ملكيين اكتر من ملك؟ يعني ليه المزايده؟ يعني الدستور المصري اللي هو اقر في يناير 2014 ده ثمار تضحيات من الشعب المصري وثورتين ودماء دفعها الشباب المصري. وهذه المطالبات كانت موجوده في اثناء فتره الرئيس الاسبق حسني مبارك، يعني كنا دائما بندعو لتعديل الماده الدستوريه الخاصه بفتره الرئاسه انها ما تبقاش يعني مفتوحه لاجل غير مسمى. بالظبط كده، فتم تحديدها وتم اقرارها في الدستور، والرئيس السيسي قال انا مش هقعد ساعه واحده بعد انتهاء فترتي. فانا بقول على مش عايز اقول يعني المتملقين ان يمتنعوا ويتوقفوا. والنهارده كمان في مقال في الاهالي رئيس تحرير كباحه ولمن يحارب الرئيس. يعني في بعض الدعاوي التي تطلق او بعض السلوكيات والتصرفات التي تتم في اجهزه الدوله لا تصب في صالح الرئيس اطلاقا. زي مثلا احتجاز استاذه جامعيه في تونس جايه تحضر مؤتمر في مكتبه اسكندريه حوالين مواجهه التطرف، وهذه الكاتبه معروفه بمواجهتها للمتطرفين وللتيارات اللي بتدعم العنف، يتم حجزها في مطار القاهره واعادتها لتونس. مساله حبس اسلام البحيري، في بعض العناصر داخل اجهزه الدوله وبعض بقى المتملقين يعني اللي هم بيثيروا دعاوى لن تصب في صالح النظام ابدا، وهي حتى لو تم تمريرها فدي بتعمل تراكم سيء. يعني هي ثوره يناير حصلت من ايه؟ من تعدد هذه التراكمات السيئه والضاره بالنظام اساسا وتجاهلها من النظام. وانا ما اعتقدش ان الرئيس عبد الفتاح السيسي بيتجاهل الحاجات دي وبيصححها عندما يتمكن من ذلك. الاستاذه رئيس التحرير امينه النقاش قالت ان دي بيحصل عن عمد او جهل او عدم رويه في التصرفات. انا من عندنا بقى هضيف، انا ممكن اقول ان ده ممكن بيحصل بمقصود ان يحدث، وعندما يتم تراجع عنه بيبقى مقصود التراجع، وبعد التراجع بيتم الاثر اللي كان مطلوب من الحاجات دي تحقق. وده تدخلات مرفوضه بنرفضها بعد ثوره يناير وثوره يونيو. يعني من وجهه نظرك ان الدعوات لتعديل الدستور هي قد تؤدي ل يعني مش هتصب في صالح الرئيس، ولكنها قد بالزبط. تاتي بنتيجه عكسيه. ثم ان الرئيس لم يطالب بذلك وقال انا مش عايز يعني. طيب. الى الصفحه الثانيه من جريده الاهالي، منها المنشط التالي: هل عالج اعلان الخرطوم ازمه سد النهضه؟ الحقيقه الازمه دي طبعا تصاعدت بعد ثوره، يعني حضرتك اثيوبيا بدات في تنفيذ السد في ابريل اظن 2011، يعني عندما كانت مصر منكفئه ومنشغله في احداث داخليه وثوره. اثيوبيا انتهزت الفرصه. الرئيس عبد الفتاح السيسي برضه في اخر خطاب ليه ضمن المصريين على ملف اثيوبيا. انا بس في النقطه دي يعني بصراحه عايز اشير لنقطه مختلفه شويه. احنا لازم نحافظ على مواردنا كمان، يعني انا بطالب بحصتي من الميه وده حق لمصر، واعتقد ان مصر في النهايه هتتمكن بكافه الوسائل ان هي تاخد حقوقها المائيه طبقا للاتفاقيات الدوليه. ولكن برضو المجتمع، ومش المجتمع، الناس، السلطه عليها دور ان هي تحافظ على الموارد بتاعتنا. احنا يعني محافظ القاهره طلع قرار بان يرش ميه مش عارف يدفع 1000 جنيه، ما الناس كلها بترش ميه، هي قراراته بس. يعني احنا اللي بنعاني منه يا استاذه انه القرارات بتطلع ولا تنفذ. يعني نقعد نرش ميه في الشارع، انا ببقى متضايق جدا لما اشوف حد عمال يرش ويغسل عربيات في الشارع بميه. يعني اهدار الموارد دي في غير صالح مصر. فيجب ان تقوم ان الحكومه تتخذ من الاجراءات ومن هقول القرارات، ما هو بياخدوا قرارات وما تنفذش. تنفيذ القرارات للحفاظ على موارد مصر من الميه وعدم التفريط فيها. طب ده الشأن الداخلي اللي هي يعني قرارات الحكومة لترشيد الاستهلاك، لتوعية بأهمية المياه، ان مصر تحت خط الفقر المائي. زي ما المحافظ عمل كده بس يتم تطبيقها، تفعيلها. تطبيق. طب يعني هذا الملف يعني هنحافظ على الحصة اللي هي 55 مليار متر مكعب حصة مصر من نهر النيل، لكن فيما يتعلق بإنشاء سد النهضة، يعني السؤال: هل عالج إعلان الخرطوم أزمة سد النهضة؟ الإجابة في جريدة الأهالي كانت نعم ولا لا؟ في كاتب سوداني كاتب
المقال من وجهه نظر هو انت حضرتك تتذكري ان الوثيقه التي تم توقيعها في مارس الماضي لم تعالج الازمه حتى الان. واخد بال حضرتك؟ يعني هي مش بالوثائق وبالاتفاقيات، ولكن برضو بالرغبه في التنفيذ. ويجب على مصر ان هي تقوم يكون لها موقف اكثر شده تجاه التفاوض في هذا الملف الذي يتعلق بحياه المصريين جميعا. مساله التوفير انا بصيرها دلوقتي لانه كمان انا لما باخد حصتي واوفر انا هستخدم الميه دي في استخدامات تانيه، يعني في الزراعه مثلا، يعني وفي مشروع مليون فدان اللي معتمد على المياه الجوفيه، انا ممكن يبقى عندي ميه اقدر استفيد بيها في المجتمع. تمام. من الصفحة الرابعة لجريدة الأهالي نقرأ بعد موافقة مجلس الوزراء حمدي الكنيسي مجلس الدولة يراجع الآن قانون نقابة الإعلاميين. يعني مشروع نقابة الإعلاميين خرج إلى النور. انت مبسوطة بيه الأول المشروع ده ولا إيه؟ أنا عايز آخد رأيك الأول فيه. لا ناخد رأي حضرتك الأول بصفتك محايد. ما أنا برضه في الإعلام يعني. هو بص يا حضرتك، هذا المشروع كان مشروع قديم وتم طرحه أخيرا، ومجلس الوزراء حسب ما الزميلة رضا النصيري نشر إن هو مجلس الوزراء وافق عليه. أنا بس أيام النظام السابق وايام صفوت الشريف لما كان وزير اعلام كانوا بيطالبوا ان الاعلاميين يخشوا نقابه الصحفيين. ونقابه الصحفيين رفضت. فيجي دلوقتي لما احيل القانون، مشروع القانون ده لمجلس الوزراء، راح اضاف عليه، ده كلام حمدي الكنيسي يعني اللي هو تبع الاعلام يعني تبع التلفزيون. مجلس الوزراء اضاف عليه نص بيسمح للصحفيين بعضويه نقابه الاعلاميين. طب ما هو قبل كده الصحفيين رفضوا ان هم الاعلاميين يخشوا. لا هو الاستاذ حمدي الكنيسي في اخر تعليق اعتقد ربما يعني انا سمعته خاص به ان الصحفيين من يريدون ممارسه الاعلام المرئي ياخدوا تصريح، ان هم ياخدوا تصريح بالظبط كده. ما هو اعتقد ان هذا التصريح، لان كانت اثيرت ضجه في هذه النقطه بالتحديد عن ازاي ان انا امنح تصريح. لان حضرتك عندي ناس بيشتغلوا في الفضائيات، يعني ما هو في واحد رياضي ما هو هيشتغل ازاي؟ طيب هيبقى عضو نقابه ولا ياخد تصريح؟ ياخد تصريح. انا اصلا اقول لحضرتك ان المشروع كنقابه السينمائيين او نقابه المهن الموسيقيه، هو فنان مثلا بيقدم برنامج لا انا بس متعجب من ان الحكومه بتدس مواد خلسه ما تعرفيش اهداف. انا لسه افحص اشوف ايه الهدف ان الصحفيين ياخدوا عضويه الاعلاميين. لا انا مش مع انه ياخدوا عضويه، انا مع كلام حمدي الكنيسي، ما هو يديله تصريح يشتغل فتره وبعدين يكون ملتزم بقى بقواعد النقابه عشان خاطر تنقية الاعلام من الفوضى الاعلاميه اللي حضرتك شايفاها والشتايم والتجاوزات والخوض في اعراض الناس. كل ده يتوقف. انا بس الاستاذ حمدي الكنيسي بيتكلم عن الحته دي حته كويسه جدا والمفروض يتم النظر ليها باعتبار. وطبعا ده كويس جدا يكون في نقابه الاعلام عشان يكون في محاسبه. بس الاهم من النقابه يا استاذه ايه هو؟ ما في نقابه الصحفيين وفي تجاوز في الصحافه. المحاسبه. المهم المحاسبه، يعني انا اضع اليات للمحاسبه واضع اليات للمهنيه تطبق على ارض الواقع. بالظبط كده. ما تقوليش بقى حضرتك هو برضه الاستاذ حمدي الكنيسي بيتكلم عن ميثاق شرف. الميثاق ما حدش بيحترمه حقيقي. يعني الميثاق الميثاق ده هو قال برضه كلام مهم، قال ان الميثاق ده لا ما اقدرش اعمل ميثاق لما يكون في نقابه الاول. اوكي ماشي. طب وهو الميثاق نقابه الصحفيين عامله ميثاق شرف صحفي ولا احد يتبعه لان مفيش محاسبه. المحاسبه حضرتك اساس انضباط المجتمع، وان كل التجمعات اللي فيها على سواء نقابه الصحفيين او اطباء او كذا او غيره، يعني مع الاطباء كله لما يكون في محاسبه هيبقى في انضباط في الاداء. وكل المهن لديها ضوابط بتحكم العمل المهني، ولا يتم فما بالنا بالاعلام. كملي بقى حضرتك. ولا يتم تطبيقها، يعني احنا عايزين الضوابط دي يتم تطبيقها عشان خاطر مصر تتقدم، عشان مصر الناس الشعب ده شعب طيب وقام بثورتين وعايز يشوف ثمار الثوره. ننهي الجولة في العدد الجديد لجريدة الأهالي من الصفحة الرابعة نقرأ فيها اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب الأحد القادم بالقاهرة. أسباب هذا الاجتماع طبعا موضوع الأزمة إيران والسعودية والتطورات اللي هي حدثت بها، فيجب أن يكون لجامعة الدول العربية دور. يعني روسيا أعربت عن استعدادها للقيام بدور في تهدئة الأجواء بين السعودية وبين إيران. فبالأولى أن يكون لجامعة الدول العربية وللدول العربية مجتمعة دور في هذا الملف.
بس انا بس يعني ده اللي هيتم طبعا في الاجتماع اللي اشارت ليه الاهالي يوم الاحد القادم. اظن الاجتماع الاجتماع الاحد القادم بالقاهره نفس يوم اجتماع مجلس الشعب مجلس النواب هيكون في الاجتماع ده. انا بس بأشير الى انه يجب ان يكون هناك توازن، يعني بلاش لهجه العداء المستحكم تجاه ايران، ويجب ان نتفهم طبيعه الاحداث بشكل عاقل وموضوعي، ولا نندفع وراء اجراءات قد تؤدي الى حروب في المنطقه. وحضرتك لازم تحطي ملاحظه ان اقدام السعوديه على الاعدام قد يكون، احنا مش عارفين، هو مش هنعرف، مفيش حد يطلع يقول لنا يعني الكلام ده، قد يكون بدوافع او باشارات من الخارج لاشعال الفتنه الدينيه بين الشيعه وبين السنه في المنطقه. ففشلوا الغرب والولايات المتحده الامريكيه، فشلوا في انهم يعملوا فتنه في مصر بين الاباط والمسلمين. فبيشكلوا يعني هي تنويعات، يبقى خلاص يبقى بين الشيعه والسنه اوراق بتتغير بالظبط كده. فيجب ان يكون المجتمعين منتبهين لهذا الامر. أنا بشكر حضرتك الأستاذ سامي فهمي نائب رئيس تحرير جريدة الأهالي، شكرا جزيلا إن حضرتك شرفتنا النهارده، ومرة أخرى كل سنة وحضرتك طيب. مشاهدينا الكرام، إلى هنا انتهت جولتنا في العدد الجديد الصادر لجريدة الأهالي. تابعنا مع حضراتكم آخر الأخبار التي نشرتها الجريدة اليوم. بشكر حضراتكم وإلى اللقاء.